من كوريا الجنوبية، وبنكمل مع حضراتكم اليوم أو بنختم اليوم بفضل الله تعالى بالتحفة دي. يعني زي ما عودناكم دايما بفضل الله احنا كان لنا السبق في العربية الأوبتيما أو الكي 5. العربية اللي معانا اليوم تقريبا الوحيدة حاليا اللي موجودة في كوريا أو الوحيدة اللي معروضة في كوريا. النسخة اللي معانا دي النسخة الجي تي لاين، النسخة السبور من الكي 5. هي الكي 5 عموما عربية سبور يعني، ولكن دي النسخة بقى المعدلة أو الأحدث منها. عربية موديل 2017 جي تي لاين فل أعلى مواصفات. زي ما حضراتكم عارفين العربية الكي 5 زي ما اتكلمنا عنها قبل كده كتير. العربية بتنزل يا جماعة بمحرك 1600 تربو، نفس المحرك اللي على التوسان التربو الجي تي اي. العربية بيكون وزنها 2 طن، أتقل من العربية الكي 3 أو أي عربية تانية كوري بتنزل مصر بكتير، وزنها 2 طن. بالإضافة إلى إن طول العربية وحجم العربية أكبر بكتير جدا، والأداء بتاعها على الطريق مختلف تماما. العربية بتنزل طبعا يعني دي حاجة اسمها ميد سايز سيدان. عربية ميد سايز سيدان ديت تتقارن مثلا بالسورنتو او بالسبورتاج. حتى تيجي نبص هنلاقي ان الصالون بتاعها او الفرش بتاعها بيجي مختلف، بيجي فيها كاميرات 360، بيجي فيها الفرامل كهرباء زي التوسان والسبورتاج. تيجي فيها فتحة السقف بتاعتها، بتجيش فتحة سقف عادية، بتكون فتحة سقف بانوراما. يعني نتفرج كده من بعض. تيجي الكرسي بتاع السواق كهرباء، والكرسي اللي جنبه بيكون برضو كرسي بيزنس كهرباء بالشكل ده. العربية يعني مختلفة تماما. الشنطة بتاعتها بتيجي شنطة كهرباء، حتى التانك بتاع البنزين. فالعربية مختلفة اختلاف كلي وجزئي طبعا عن أي عربية كوري سيدان تانية من العربيات اللي بتنزل مصر. العربية اللي معانا اليوم سريعا بقى نتفرج عليها مع بعض. عربية جي تي لاين أعلى مواصفات. العربية فل LED أمامي وخلفي. الفوانيس الأمامية كلها زينون بالكامل. لو لاحظنا هنلاقي إن الضوء بتاعها يعني أبيض أو أزرق كده. فوانيس زينون بالكامل. ودي النسخة زي ما قلنا الجي تي لاين زي ما قلنا كده في أول الفيديو. تنزل زي ما حضراتكم شايفين بالاكسدام السبور دوت، بيكون فيه فتحات تهوية عشان خاطر الفلويد وأداء السيارة. الجنط اللي عليها بيكون الجنط ده مميز ومختلف شوية عن الجنط اللي بينزل على النسخة العادية. ده الجنط اللي بينزل على الجي تي لاين يا جماعة. ولو شفنا ان الفرامل بتاعته بالكامل وطول الفرامل هنلاقيه برضو مختلف عن الطبيعي. العربية اللي معانا لزق الفابريكا موجود فيها على الجنبين. اللي معانا اليوم عربية حالتها محترمة جدا جدا. العربية الكاميرات تنزل كاميرات 360، فتحة سقف بانوراما، ميموري سيت، كرسي كهرباء. الكرسي التاني اللي جنب السواق برضو كرسي كهرباء، وممكن تتحكم فيه من الكنبة الخلفية او من المقعد الخلفي. طبعا سنتر لوك كامل، مرايات ضم اوتوماتيك بالاضافة الى النور الترحيبي. وعندنا هنا المنع بتاع الاطفال، تحكم في المرايات، الازاز بتاع السواق والازاز اللي جنبه اوتوماتيك ضغطة واحدة زي ما احنا شايفين كده. برضو كذلك في القفل يقفل بضغطة واحدة الازاز السواق والازاز اللي جنبه. طبعا والازاز الخلفي هنا نقفل بتاع الاطفال كده، تلاقي ده عشان مقفول. هذا زي ما حضراتكم شايفين الازاز الخلفي للسياره. السياره كمان فيها طقم شماسي دلوقتي هنتفرج عليه مع بعض. زي ما احنا شفنا كده الاوبشنات اللي موجوده في الباب بتاع السواق. بعد كده الكراسي زي ما قلنا لحضراتكم، الصالون بينزل صالون رياضي سبورت بالشكل ده كده. كرسي السواق واللي جنبه كهرباء. الكرسيين اللي ورا كمان بيكون فيهم يا جماعه شماسات نازله من المصنع مش تركيب. يعني بقول لحضراتكم العربيه دي لما تتقارن بالعربيات السبورتاج والتوسان او السبورتاج والسورنتو كمان ما شاء الله. هنا بالعربيات السبورتاج والتوسان او السبورتاج والسورنتو كمان ما شاء الله. هنا عندنا الكرسيين اللي ورا، الكنبه اللي ورا زي ما حضرتك شايف كده بالشماسي ديت، تطلعها وتنزلها زي ما انت عايز وتدي معاك اداء. فتحات التهويه الخلفيه، وكمان عندنا مخارج للشاحن كمان في الكونسوله اللي في النص. وزي ما قلنا تقدر تتحكم في الكرسي اللي قدام السواق لو عايز تنيمه او حاجه، الكرسي البيزنس زي ما بنقول. وعندنا هنا اللي حامل الاكواب او الكاب هولدرز موجود في الكنبه الخلفيه. العربيه المساحه يا جماعه حجمها كبير جدا. يعني انت لو قاعد قدام مثلا دلوقتي على الوضع الحالي للعربيه هتبقى قاعد مرتاح قوي وفارد رجلك بالكامل وانت بتسوق او قاعد جنب السواق. وكذلك برضو لو انت قاعد في الكنبه اللي ورا برضو نفس الوضع. يعني العربيه دي زي ما بنقول او زي ما بنسميها المرسيدس الكوري. دي تتقارن بالفئه اي في المرسيدس. حاجه كده ما شاء الله تبارك الرحمن، وحش. طبعا دلوقتي بقى موجود في مصر منها حتى الشكل الجديد بتاع 2021 22 والفيس ليفت منه كمان بقى موجود في مصر. يعني احنا ان شاء الله بنوفر لحضراتكم عربيه مثلا كي 5 بنفس الاداء العربيات ال 21 و 22، ولكن الفئه السعريه بتاعتها تكون فئه سعريه في المتناول.
طبعا العربيه بتنزل شيفتات طاره، كروز كنترول، مثبت سرعه، تحكمات كامله في الطاره زي ما قلنا، الشنطه كهرباء ومنع الانزلاق معانا موجود هنا. عندنا التحكم في الاضاءه الداخليه موجود بالشكل ده، شكله جميل كده، تقدر تعلي وتوطي الاضاءه الداخليه. عندنا الكرسي السواق والكرسي اللي جنبه تسخين وتبريد 3 درجات. كرسي السواق والكرسي اللي جنبه. عندنا دفايات في الطاره والحساس الامامي والاوتو هولد، الفرامل الكهرباء زي ما احنا شايفين كده، او ممكن يكون الصوت بتاعها واضح. عندنا دي كاميرات محيطه، ده الزرار بتاع الكاميرات المحيطه. الفتيس بتاعها شكله برده جميل قوي. شوف مع بعض الكاميرات المحيطه زي ما حضراتكم شايفين، كاميرات 360، مرايه تعتيم، كل الاوبشنات بقى اللي حضرتك محتاجها موجوده فيها. العربيه كمان فيها شاحن وايرلس زي ما حضراتكم شايفين هنا، ده شاحن وايرلس. بالاضافه هنا كمان لمخرج تقدر تخرج منه هنا سواء ولاعه او مخرج مثلا لشاحن تاني، ومخرجين اي يو اكس ويو اس بي. الموبايل تحطه هنا لو انت معكش شاحن وهو يشحن اوتوماتيك لوحده حضرتك. تكييف العربيه تكييف تاتش. كل الاوبشنات بقى. شكل الطابلو بتاع العربيه تحفه، الكتالوجات بتاعت العربيه جايه معاها. ده شكل الطابلو بتاع العربيه زي ما حضراتكم شايفين كده. العربيه اللي معانا اليوم عدادها 33000 بس يا جماعه، موديل 2016 عداد 33000. العربيه لسه مشيتش، حاجه محترمه جدا قوي 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 قوي. الله يبارك للي هتكون من نصيبه ويعطيه خيرها ويكفيه شرها. وانتظرونا بقى، شفنا كده اوبشنات العربيه من الداخل. انتظرونا، هنفتح مع بعض في فيديو تاني الكبوت والشنطه، ونشوف كمان بحث صباهيه العربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب حبايبنا في الله، كنتش حابب اطول بس في فيديو واحد عليكم، فحبيت ان انا افصل الفيديوهين عن بعض واخد نفس ان كمان كده احنا صايمين. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، رمضان كريم عليكم وعلينا جميعا يا رب. بنكمل مع بعض يا جماعه برضو في الاوبشنات الداخليه اللي ما قلناش في العربيه دي. ان السماعات بتاعتها جي بي ال نفس اللي بتنزل على التوسان. عندنا العربيه بتاعتها متعدله، الدواسات بتاعتها دواسات عش النمل بالكامل. بصوا العربيه ديت مختصر مفيد، احنا لو قعدنا نعدد في الاوبشنات بتاعتها فعلا مش هتخلص. يعني الاوبشنات بتاعتها مهوله. عندنا هنا المود والدرايف مود وكل حاجه. يعني عربيه بصراحه يا جماعه وهم والله العظيم، يعني حرفيا لا تقارن نهائيا بباقي العربيات الكوري، تختلف اختلاف كلي وجزء. زي ما قلنا هنفتح الشنطه بقى، الشنطه كهرباء. عربيه مختلفه تماما 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 عن اي عربيه كوري تانية حضرتك شفتها او ركبتها. طبعا العربيه احنا نزلناها، موجود منها في كفر الشيخ كتير، وموجود منها في البحيره، ولسه منزلين منها في البحيره، وبفضل الله في الاسماعيليه يعني نزلنا منها كتير. ولما بتنزل تحت العميل الله يبارك له بيبيعها على طول تاني يوم، بيقول انا عايز واحده تانية، لان الناس بتشوفها معاه بيتوهموا بيها وربنا بيرزقوا فيها وبيبيعها وبيجي يطلب واحده تانية. فما شاء الله تبارك الرحمن، العربيه دي من احسن وافضل العربيات اللي لما تنزل تكون موجوده قدام تحت في مصر. انت مش محتاج تسوق لها، هي العربيه بتسوق لنفسها. العربيه الاداء بتاعها، شكلها، حجمها، مساحات الداخليه، كل حاجه هي العربيه بتسوق لنفسها بالفعل. فتح الاوبشن بتاعها، فتحه السقف البانوراما، والحاله اللي معانا اليوم عداد وحاله وبوهيه وكل حاجه من النوادر فعلا. ده ال اي دي امام الخلفي يا جماعه، علامات الجي تي لاين موجوده في كل جزء في السياره. هنا زي ما احنا شايفين تقفيل الاجنحه الخلفيه يمين وشمال، تقفيل المصنع والزنب بتاعه المصنع. وعندنا هنا الدواسات الاصليه اللي كانت جايه من المصنع. زي ما احنا شايفين العربيه جوه فيها دواسات عش النمل. طبعا العربيه بتيجي بالمنفاخ الكهرباء والماده بتاعته بدل الاستب. حتى شايفين المنفاخ الكهرباء بيجي معاه شيك ازاي، بيجي في شنطه حاجه محترمه ازاي. يعني مش بيجي زي العربيات الكسري كده محطوط في قلب البتاع، لا بيجي شكله كده حاجه محترمه كده. عندنا الحله بتاعت العربيه دي، الرسمه والنقشه بتاعتها برضو عرفناها من العربيات اللي نزلناها قبل كده. العربيه اللي معانا اليوم، الحل اللي معانا اليوم لو لاحظنا هنلاقي ان الباركودات بتاعت كل جزء في العربيه تقريبا لسه موجوده عليها. يعني لو لاحظنا كده حتى هنا فتحنا هنا، يعني انا اتذكر ان الباركودات كانت موجوده في الكراسي وكانت موجود هنا، الحاجات دي كلها لسه، والعربيه جايه من المصنع جايه معاها ما شاء الله. نفتح لحضراتكم بقى الكبوت سريعا ونقول بسم الله ونتفرج مع بعض. شايفين الشكل بتاع العربيه الامامي، شكل هجومي، حجم العربيه، حجم الكبوت قد ايه. الكبوت بتاع العربيه ما بيتشالش بحامل كده، لا بيكون له 2 مساعدين زي ما حضرتك شايف كده، لان الكبوت وزنه تقيل او حجمه كبير، فصعب ان هو يستند على الحامل زي العربيات الكسري. كبوت كبير كبير وتقيل فعلا، يعني وزنه تقيل ما شاء الله. نشوف بقى داخل العربيه. العربيه هذا الرفرف الامامي يمين والرفرف الامامي شمال زي ما حضراتكم شايفين مش حامل. مسامير الكبوت برده مش حامله بالسيليكون، والفليكت بتاعه ستيكر البيانات ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا هنا الرفرف الامامي يمين. العربيه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها. اختام المصنع بقى ونشوف تفبريكه المصنع على البطاحات يمين وشمال. المحرك التربو الجي بي اي
بسم الله، الله اكبر يا جماعه. اتفرج على السيليكونات والفابريكا كده والجمال ده مع بعض. علبه الهواء، شايفين علبه الهواء عامله ازاي؟ الهوايه بتاعت العربيه كبيره، حجمها كبير اصلا. العربيه لو انا بعتها لكم كده، العربيه كبيره مش صغيره. الحوض بتاع العربيه شوف دراعي، بسم الله ما شاء الله. الحوض بتاع العربيه عملاق، والكبوت بتاع العربيه تقيل وكبير. عربيه ما شاء الله تبارك الرحمن. كي 5 اوبتيما موديل 2017 جي تي لاين زيرو، من الاكسدام للاكسدام، ما حلتش مسمار، ما غيرتش قطعه واحده.